تزيدوا ما تنقصوا على هاد المقادير البنات باش تجيكم مزيانه. هاد المقادير بالضبط اللي وريتكم هما اللي ديروا، يعني ما تزيدوش. وغادي ندير كاس ديال الزيت المائده كما كتشوفوا، نفس الكاس عبرت به كل شيء. المهم انا عبرت بهاد الكاس ديال دانون، هي هما باش مالفه انا كنعبر. بتقولوا لي واش ندير العنبه، كنقول لكم من الاحسن عبروا به كما درت انا. وغادي نوخر الخمارات ديال الحلوى، هما الاخرين غادي نديرهم كما كتشوفوا في الصوره. وكما كتشوفوا البنات راه خص هادشي ما كتجيش عاقده كما قلت لكم، وما كتجيش عاقده، ما كتجيش مرخوفه، راه كتجي عرفتي كتجي بنينه، كتجي دايره هشيشه وما كتجيش مدقسه. غادي ندهن اللاطه اللي غندخل للفرن. نتوما استعملوا اي لاطه عندكم، انا درت هادي دهنتها بالزبده كما كتشوفوا في الصوره. وغادي نرشها بشويه ديال السميده، عاد من بعد نخوي فيها المكونات ونديرها في الفران. الفران البنات انا عندي غير العادي، كنجعل البوطه من التحت وكنديرها الفوق. من الاحسن ديما بحال الكيك بحال الحلوى بحال، المهم الكيك بعدا كي نديروا العافيه من التحت وهي تكون من الفوق، ما تشعلوش عليها من الفوق ومن التحت. من بعد فاش تبان لكم طلعات وتنفخات ديك الساعه، المهم عينيكم ميزانكم، الا بانت لكم بلي طابت عاد ديك الساعه باش تشعلوا عليها الفوق اولا نزلوها لتحت تحمر. دزت البنات باش نقاد السيروم اللي غنسقي به البسبوسه. كما كتشوفوا درت كاس ديال الليمون مع دوك القشور اللي خليت من الاول كما شفتوا، وكما شفتوا درت 2 معالق ديال السكر سنيده وغادي نردهم فوق البوطه. هاني البنات رديتها على نار مهيله كما كتشوفوا في الصوره. غادي نخليها حتى يعقد هذا السيرو اللي غادي نسقي به البسبوسه. واللي بغيت نقول لكم البنات، البسبوسه ما يكونش السيرو سخون وتكون البسبوسه سخونه، لا، البسبوسه تكون سخونه كي تخرجوها من الفران والسيرو يكون بارد. فاش تبيو تسقيوها به يكون بارد. هاني كنصحكم ما ديروش سخون. الا درتوه سخون راه ما غاديش تصدق لكم هذه البسبوسه، ما غتصدقش، غتبقى تشتت هي بوحدها. ديروه فيها يكون بارد والكيكه تكون سخونه. ها هي من بعد ما خرجات من الفران، يلا خرجتها كتجي على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نسقيها بالسيرو اللي درت اللي شاركته معكم حتى هو. غادي نسقيها به، هي دابا راه سخونه وهو راه برد كما كتشوفوا البنات. غادي نسقيها على هذه الطريقه هذه حتى تشرب ليا داك السيروم. انا غادي نجيب دابا الشيطه من الاحسن بحال هاد الشيطه اللي عندكم هي باش ديروا، كتدهن لكم دغيا ماشي بحال المعلقه. وخليكم البنات حتى نقرضها وتشوفوا الشكل النهائي ديالها وكيفاش كتجي. خليكم معايا.
الفوخ، درت المونغ، ودرت الفريز اللي كان في الكونجيلاتور كونجلي. كيجي بارد وكيجي زوين هاد العصير، والله كيعجبني انايا، كيجي بحال باناشي. كنحلي بالعسل الحر، ما كنديرش انا السكر، والحليب كما كتشوف في الصوره. ها هو العصير البنات من بعد ما تطحن، شتي الشكل ديالو كيف كيجي خاطر وزوين، ويعني وكيشد ليك حتى في السحور بغيتي تسحري به كيشد ليك، يعني ما كتحسي لا باستخفاف في النهار لا حتى حاجه، حيت فيه علف خوي وفيه. ومازال غادي نزينو دابا، غادي نزينو بالفواكه الجافه كما كتشوف في الصوره. غادي ندير فيه الزبيب، الكركاع، اللوز من بعد ما مسحتهم بشويه ديال المزار. وانتم زينوا باش ما عجبكم، بتزينوا بالفخوي زينوا به اللي عجبكم. المهم انا اختاريت نزينو بلي فخوي سيك. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير اللي شاركت معكم. والبسبوسه هي كما شفتوا في اول الفيديو، كما غتشوفوها دابا كيفاش طلعت. كنتمنى تجربوها البنات، هاد البسبوسه وهاد العصير.